البدر، يعني الحين تقول احنا 100,000 ها البدون، هل في كثير منكم عليه كل الشروط، يعني حايز على الشروط 65 ما في قيد امني ما في كذا؟ شروط الجنسيه طبعا قيد امني 100% بدون عليها قيد امني، فاحنا مو معترفين بالقيد الامني اساسا، احنا نخالف. فالحكومه وزاره الداخليه تقول لنا البدون كان اللجنه قاصده ان تحط عليهم كلهم قيد امني؟ طبيعي، اذا انا اقول لك الحكومه تقول 5000 مستقل، 5000 نفسهم عليهم قيود امنيه، فالمو مستحق بنظرهم زين. انت يعني انت يعني امين سر اللجنه تطالب مثلا اللي عليه قيد امني تقول له يا اخي مثلا انت حطيتني مثلا عندي هالجريمه الفلانيه طلع لي ثبوتيات، حطيتني بهالديره الفلانيه طلع لي الثبوتيات، او خاطب سفارتك. هو احنا نطالب انت تطالب بالشفافيه في نعم في القيد الامني؟ نطالب القيد الامني يكون واضح. كثير من البدون يطالبون اعطونا الدليل، يقول لك موجود عندنا ما نقدر نوريك اياه. طيب البدون اللي عنده جنسيه هذا ليش؟ يعني الحين انت البدر يقولون لك انت عراقي، اوكي زين، يطلعون لك ما يثبت ولا بس روح؟ ما يطلعون نهائيا. نهائيا يقول لك موجود على الكمبيوتر عندنا. اذا مزاجيه هذه طبيعي. لا انا ليش ايش المشكله؟ اقول لك الاسره الواحده فيها اكثر من قيد، يعني هذا يدلك انه شيء عبثي. ممكن اسرى قالوا له واحد انت عراقي، واحد قالوا له سوري، واحد قالوا له انت ايراني. في السابق كان لنا اصدقاء في اللجنه التنفيذيه كانوا في قيود عندهم على الكمبيوترات، احنا شفناها بعيننا بين قوسين وهمي سابقا، لكن غيروا السيستم الجديد بالاخر السنوات، لان يعني امانه اغلب الموظفين وزاره الداخليه ناس شرفاء وناس محترمين كلهم كل احترام وتقدير. احنا نطالب تحويل ملفات البدون اللي عليه قيد فعلا للقضاء، ولاش حقه ساكت عن واحد يضر البلد او خاين البلد او عميل مثل ما يدعون. احنا في نهاية البرنامج أحمد تميمي رئيس لجنة البدون أو الكويتيين من غير جنسية، الكويتيين البدون، نبي توجه رسالة للبدون في خلال دقيقة واحدة. ماشي. أنا أحب أوجه رسالة للإخوان البدون وأقول لهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحل موجود عندكم بين يدينكم. الحل انكم تتحدون تصيرون على قلب واحد. انظروا الى افريقيا، انظروا الى امريكا، السود في امريكا خذوا حريتهم عبر الاعتصامات السلميه عبر القانون. القانون اليوم معانا يسلمنا، اليوم خذينا حكم وهذه تعد سابقه اوليه لقضيه البدون. لما تصيرون على قلب واحد الله سبحانه وتعالى اول شيء معاكم، ثم القانون يحميكم، الدستور. اليوم معانا جمعيه المحامين، جمعيه مقومات حقوق الانسان، الاسره الحاكمه نفسها معانا. انا ذكرت في الدلائل يعني من الندوات السابقه ان الاسره الحاكمه تثني على بطولات واستشهاد وخدمات الجليله اللي قدموها البدون، وكذلك المعارك السابقه والغزوات الكثيره اللي كانوا البدون هم الحصن الحصين وخط الدفاع الاول لاهل السور في الكويت. ويعني اشدد على اخوان البدون كونوا على قلب واحد. احنا لما نسوي اعتصام او نسوي ندوه نبي بس حضوركم، نبي نشجع دعمكم. اي نعم، دعم اعلامي كبير مبين فيه. اليوم البلد صارت او العالم كله صار عباره عن قريه صغيره. زين، هاللجنه اللي سميتهم كويتيون بدون، نعم. هذه اللجنه يعني في احد من غير يعني البدون مشترك فيها ومتبرع نعم، فيها؟ نعم، كثير من كويتيين. اخواننا الكويتيين. معانا رئيس اللجنه القانونيه اخونا عبد الله فيروز في السنه الاخيره في جامعه الاسكندريه، هذا الف يعني رؤيه قانونيه لكسر الحواجز اللي ما يسمى بالسياده. يعني السياده هي مو فوضى، السياده هي وفق قانون الجنسيه. واوجد هذه والحين الان موجوده عند وزير الداخليه هذه الدراسه. نواف البدر امين سر لجنه الكويتيين بدون، دقيقه عندك. احنا كلجنه قائمه على جهودات شباب البدون واعضائها من البدون، وايضا وجود كثير من الكويتيين الشرفاء مثل المحامي عوض ماطر يدعمنا، محامين كثار انا ما احب اذكر اسامي، ايضا لمجموعه من النواب منها عبد الله البرغيث، مسلم البراك، عبد الله البرمي، ما احب اذكر اسامي عشان لا ننسى. فاعمالنا احنا مغلفه بغطاء قانوني وبشكل دستوري، عشان كذا نطالب ابناء البدون يساندون اعمال اللجنه اللي هي منهم ولهم، وتمشي حسب قانون والدستور الكويتي ولا تخالفه. شاكر. عزيزي المشاهد، بالنهايه لا يسعني الا ان اشكر الاخوان اللي حضروا عن قضيه البدون. احنا مثل ما قلنا ان برنامج الديوانيه يضغط على الجرح لتنظيفه من الصديد. ارجو ان هذه الحلقه يستمعون لها المسؤولين علهم يجدون حل لهذه القضيه المستعصيه اللي عرفناها من 40 سنه او اكثر. الى ان التقي فيكم في ديوانيه جديده، تقبلوا تحياتي، تحيات المخرج محمد النجدي. تصبحون على الف خير.